ازيكم؟ ليه مهم اننا نعيش حياة ليها معنى؟ ناس كتير بتبدأ تتردد على العلاج النفسي عشان حاسين ان هم ضايعين في الحياة، مش عارفين هم عايشين ليه ولا بيعملوا ايه هنا. هم حاسين ان عندهم مشكلة بس مش عارفين يحطوا ايديهم عليها. في مشكلة بس مش عارفين هي ايه بالظبط، وبالتالي مش عارفين يمشوا في انهي اتجاه. مشكلة الناس دي مش انهم مش عارفين يوصلوا لأهدافهم، إنما المشكلة إن هما مش واثقين في الأهداف اللي حاطينها، ولا واثقين إنها تستاهل التعب اللي هيتعبوه. أوقات كتير بتكون المشكلة مش في الأهداف، لكن في بعد الإنسان عن قيمه اللي هو مؤمن بيها. إنك تتأكد من قيمك ممكن ده يساعدك كتير، يعني ممكن يرشدك للطريق اللي انت عايز تمشي فيه، ممكن يديك فكرة عن الأهداف اللي ليها معنى بالنسبة لك، ممكن يساعدك إنك تستمر حتى وانت بتمر بمرحلة مؤلمة في حياتك. ممكن كمان يفكرك إنك ماشي صح لما الدنيا تضيق عليك والمشاكل تكتر. إيه هي القيم؟ لو شبهنا الحياة برحلة طويلة، القيم هي الاتجاه اللي احنا عايزين نمشي فيه. لما بتعيش وانت منسجم مع القيم بتاعتك، بيكون هو ده الجهد الواعي اللي انت بتعمله عشان تفضل قريب قد ما تقدر من الاتجاه اللي انت اخترته. في اتجاهات كتير وكل واحد منها ليه تحدياته ومشاكله، إنما اختيارك إنك تكمل في الاتجاه ده بالذات، وإنك تلاقي حل لكل مشكلة تقابلك في السكة دي، هو ده اللي بيدي للي انت بتعمله قيمة ومعنى. القيم هي الحاجات اللي بنعملها وطريقة تعاملنا مع الحاجات دي، والسبب اللي خلانا نختار نعمل الحاجات دي من الأساس. إزاي أعرف القيم بتاعتي؟ في تمارين بسيطة ممكن نعملها عشان نعرف من خلالها القيم بتاعتنا. لازم نعرف إن القيم في حياتنا بتتغير حسب الزمن وحسب المرحلة العمرية بتاعتنا وحسب الأحداث اللي بنمر بيها دلوقتي. من الأفضل إننا نخصص بعض الوقت عشان نعرف إيه هي القيم بتاعتنا ونعمل إعادة نظر فيها من وقت للتاني. دي حكاية عاملة زي إنك بتتأكد من البوصلة والخريطة بتوعك، وهل أنت ماشي في الاتجاه اللي أنت عاوزه فعلا؟ ولو لأ، طب إزاي أغير اتجاهي؟ دلوقتي هنقول مجموعة من القيم، والقيم اللي تشبهنا هنكتبها في ورقة، وفي الآخر هنبص على القيم اللي كتبناها: التعاطف، المرونة، الإبداع، الحب، الصدق، القوة، الفضول، المغامرة، التصميم، الإيمان، الطموح، الأمانة، الصبر، الاستقلالية، اللطف، الثقة، الجرأة، التفهم، التواصل، الاحترام، الاهتمام، الإخلاص، الروحانية، القبول، الشجاعة. إيه الفرق بين القيم والأهداف؟ هنقول مثال عملي بيوضح الفرق ما بين الاتنين. القيم هو حب العلم والتعلم والنمو الشخصي. الأهداف إن ناخد دورات تعليمية في الحاجات دي. الأفعال اليومية زي القراية والدراسة وإن أدخل امتحانات كتير عشان أتحدى نفسي. مثال تاني: القيم حب الآخرين والتعاطف معاهم. الأهداف نفتكر المواعيد الخاصة باللي بنحبهم ونزورهم في مواعيد ثابتة. الأفعال اليومية إني كل يوم أعبر عن حبي للي حواليا حتى لو بشكل بسيط. إن أفتكر التواريخ المهمة عند اللي بحبهم زي أعياد ميلادهم. تدريب عشان تتأكد من قيمك: اسأل نفسك مجموعة من الأسئلة عشان تساعدك تعرف إيه هي مجالات الحياة المهمة بالنسبة لك. يعني مثلا في مجالات الصحة، العلاقات، الإبداع، أو مجال إيه طبيعة الشخص اللي انت حابب تكون فيه، المجال اللي انت بتحبه، اللي انت عايز تكون ملتزم بيه، ايه هي المساهمات اللي انت عايز تقدمها، ايه الصفات اللي انت عايز انها تكون عندك في المجال اللي انت بتحبه. اهم جزء في التدريب ده هو انك بعد ما تكتب القيم بتاعتك على ورقة، حاول تقيم كل قيمة على مقياس من 0 ل10. 0 يعني مش مهمة خالص، و10 يعني مهمة جدا.
وبعدين بنفس الطريقة حدد من 0 ل10 قد ايه انت عايش بالقيمة دي في حياتك ومنسجم معاها. لو لقيت الفرق كبير فده معناه انك في حاجة في حياتك مشتتاك بعيد عن القيمة اللي انت مؤمن بيها. في حاجة مهمة قوي بخصوص التدريب ده، وهي ان التدريب ملوش علاقة بحياتنا اليومية ومشاكلها، انما هو معمول علشان يخليك على تواصل دايما مع المعنى اللي في حياتك، سواء بتمر بأيام صعبة أو سهلة. هو مش بيطلب مننا اننا نستنى لحد ما كل حاجة تتحل وبعدين نعيش بالقيمة اللي مؤمنين بيها. لا، هو بيقول لنا اننا لازم نلاقي طريقة نعيش بيها القيم بتاعتنا بالرغم من اي حاجة بتحصل وقتها في حياتنا. دلوقتي هنرسم نجمة ليها 6 أطراف، في كل طرف هنكتب مجال من المجالات المهمة بالنسبة لنا في الحياة. وبعد ما نكتب ال6 مجالات هنعمل خط جوه كل طرف ونكتب عليه مقياس من 0 ل10، ونقيم قد ايه احنا عايشين في حياتنا منسجمين مع القيم بتاعتنا. بعد كده هنبص على النجمة بتاعتنا ونقول ايه هي القيم اللي انت مقصر في حقها ومحتاج تشتغل عليها علشان توصل في النهاية للهدف بتاعك. في تمرين تاني، وهو انك تسأل نفسك مجموعة من الأسئلة. 1. لو عندك فرصة تبص على حياتك اللي فاتت وحسيت بالرضا عنها، يا ترى هتتعامل ازاي مع حياتك اليومية دلوقتي؟ المرحلة اللي جاية في حياتك هتبقى عاملة ازاي؟ حاول في إجاباتك تركز على اختياراتك وأفعالك انت، مش الآخرين ولا الأحداث، علشان دي حاجات انت ملكش يد فيها. 2. ايه الحاجة اللي ممكن تكون متمسك بيها في علاقتك بنفسك وبصحتك وبنموك الشخصي؟ ايه هي الحاجات المهمة بالنسبة لك في المجال ده؟ 3. تحب شخصيتك تبقى عاملة ازاي في حياة اللي حواليك، وازاي بتحب تتفاعل معاهم؟ 4. تحب إحساس الناس اللي في حياتك يكون ازاي وهم بيتعاملوا معاك؟ ايه الدور اللي تحب تلعبه في حياة أصدقائك وأسرتك؟ 5. ايه الأثر اللي تحب تسيبه وراك بعد ما تمشي من الحياة دي؟ لو كل اللي فات ده عجبكم استنونا الحلقة الجاية.